السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنعمل الميني بيتزا، هنعملها بطريقه سهله وجميله. هنعمل كيلو بيتزا، كيلو دقيق هنعمل بيها الكميه الجميله دي. ممكن نستخدمها معانا في المدارس، عشان المدارس خلاص قربت في اللانش بوكس وكده، بتبقى جميله قوي سهله بدل ما نعمل سندوتشات والكلام ده. المهم هنبدا بقى مع بعض الفيديو. هحط معايا كوبايه لبن، هو اللبن رايب، ومعايا معلقه ونص خميره. اهم حاجه تكوني مجربه الخميره، يعني عارفه ان انت اللي هي كويسه معاكي. لو اول مره تجيبيها جربيها الاول في كوبايه بره. واحط كمان معلقتين سكر واقلبهم. ومعايا كيس بيكنج باودر، هو مش كيس كامل، واخده منه قبل كده معلقه. تمام. واحط كمان معلقه خل بالشكل ده، واقلب المكونات. وبعدين اروح جايبه الدقيق ونخليه بالشكل ده. وبعدين بقى انا بحط على الدقيق في عجينه البيتزا، بحط عليها زعتر. انا بحب اتبل العجينه عشان تيجي تاكل العجينه كده بتبقى ليها طعم معين، يعني بحط عليها زعتر، وبحط عليها توم بودره وبصل بودره وبابريكا. وبحط كمان اللهم صل على النبي طبعا الملح والفلفل، ده اساسي. طبعا مش عايزه تحطي الحاجات دي كلها ما تحطهاش، عايزه تحطي هي شعره الملح وتعجنيها عجينه من غير اي حاجه، ده اختياري. دعموني بقى باشتراك في القناه وتفعيل الجرس وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. انا بدات بقى اعجن بالشكل ده، قلبت الاول المواد الجافه كلها، وبدات اعجن عندي لبن رايب بعجن بيه. ما عندكيش اعجني بميه، عايزه تحطي معلقتين لبن بودره تمام، وبكملي عجن ميه. عندك لبن خير وبركه براحتك، اختياري. اهم حاجه يعني مش حاجه اساسيه تمشي عليها، انت ممكن تغيري حاجه وتحطي حاجه. ما عندكيش خميره اللي هي الفوريه دي، في اللي هي الخميره المكعبات، بتبقى جميله جدا، بتتباع عند الافران، بتجيبيها وتقطعيها قطع كده وبتستخدميها. بصي اي حاجه موجوده سهله استخدميها. اهم حاجه بتبقى يعني الحاجات دي الاطفال بتفرح بيها، بدل ما تاكل حاجات من بره وحشه انت مش عارفه معموله ازاي، فانت اعملي لهم حاجه في البيت بتبقى احسن بكتير. كده انا عجنت العجينه ولمت بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. لمت خالص، يعني ايه يعتبر لمت الدقيق كله اللي في الطبق. هرش بقى على الرخامه رشه دقيق، وبعدين انزل العجينه من الطبق، اكمل عجنها على الرخامه. انا بحب اكمل عجن العجينه كده على الرخامه عشان اخد راحتي. وابدا اعجن في العجينه بالشكل ده. صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ربنا يكرمنا في الحاجه اللي احنا بنعملها وتبقى فيها بركه وخير. بس بعد كده مده من 7 ل 10 دقائق كده، لحد العجينه ما تبقى ناعمه وعجينه كده جميله معايا ما شاء الله. كده انا عجنتها حبه حلوين، هي لسه برضك لسه هكمل عجن فيها. بس هحط لها بقى شويه زيت، عايزه سمنه حطي، عايزه اللهم صل على النبي الزبده حطي. بصي دي حاجه بتاعتك انت. بيستحسن كمان الزيت الزيتون، تبقى تحفه وجميله. بس عندي ما بحبوش فبستخدموش خالص، يعتبر ما بجيبش زيت الزيتون ده خالص، ده لو جبته يبقى للشهر. المهم هروح بقى بتبصي تلاقي العجينه بتاعتك فككت منك ليه؟ عشان احنا حاطين ماده دهنيه. اعجني تاني، تعجني لحد ما تبصي هتلاقي العجينه لمت. عليه افضل الصلاه والسلام. العجينه لمت معاكي بس بالشكل ده. بس شايفين ما شاء الله العجينه معايا ناعمه وجميله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعجني كده حلو خالص. ممكن لو عندك عجان طبعا هنحط العجينه فيها، بتبقى بصي ما بتاخدش معاكي 5 دقائق اتعجنت وخلصت. هي خلاص كده خلاص اتعجنت. انا عجنتها حبه حلوين كده كويس جدا الحمد لله. طبعا انا مقصره الفيديو، انا عجنتها جامد، بس يعني انا مصوره لكم مقاطع ومقاطع عشان ما اطولش عليكم الفيديو جامد. تمام. هتحطي بقى شويه زيت بس عشان ما تلزقش في الطبق وتطلع الطبق بسهوله، وما تلزقش في الكيس اللي هتحطيه على كيس او في الغطا ما تخمرش وتطلع في الغطا. المهم احنا مش هنسيبها برضه تخمر كتير، هي مده ساعه كده. وبعدين تخرمي كده بصباعاتك، مش عايزه تخرمي سيبيها، غطيها بغطا بصينيه براحتك. هسيبها بقى الساعه، خمرت وبقت جميله وجهزت بقى شويه الحشوات بتاعتها. فالمهم اروح مصفطه الهواء اللي هي الخمران اللي هي خمرته، واخد منها قطعه واسيب بقيه العجينه في الطبق زي ما هي، بس هغطيها عشان ما تنشفش. هروح رشه دي كده على الرخامه، وروح فرده العجينه. افرديها بايدك، افرديها زي ما انت عايز. انا بفردها السمك مش بردك مش ولا ولا رفيع قوي ولا تخين قوي. اصل العجينه بتبقى عشان تبقاش تخينه، فاهماني؟ فانا بعملها بسمكار يعني رفيع حلو كده. وهي احسن حاجه في البيتزا بتبقى رقيقه، ما تبقاش عجينه تخينه كده، فاهماني؟ البيتزا قصدي يعني فيها عجين كتير، ما تبقاش يعني فيها يعني عباره عن قرصه وفيها. المهم يعني اروح حاطه بالكاسه دي، انا بستخدمها بحب اقطع بيها عشان حجمها حلو كويس معايا ورفيعه، سمكها كمان رفيع. فانا بحطها في دقيق وبقطع بيها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. تبقى حجم البيتزا كده ميني جميله كده، بس والله بتكفي، بتبقى حلوه قوي بالشكل ده انتوا شايفينه معايا ده. هكمل بقى تقطيع البيتزا كلها، البيتزا كلها. وبتبقى جنبي بقى صاج بحط فيه الكرات البيتزا اللي انا قطعتها. تمام. الحاجات بقى دي العجين ده بروح شايلاه ولماه كويس جدا، واروح عجناه يعني لماه كده حلو. واروح بعد ما افرد كل العجين بروح فردها برضك الاخر، بس بسيبها هي الاخر تكون خمرت شويه من بعد الفرد والكلام ده.
تمام. باروح بقى ارص البيتزا كلها اللي هي العجين بتاعي كله دوت في الصاج، انا حاطه الصاج جنبي كده، فبروح رصهم كده جنب بعض. عايز تدهني صاجك ماده دهنيه ادهني، عايز تدهنوش ما تدهنوش. طبعا كل واحد بيبقى عارف ايه السيجان بتاعته. في سيجان انا سبتها زي ما هي، وفي سيجان انا دهنتها ماده دهنيه، والاثنين والله طلع معايا البيتزا بمنتهى السهوله. اعمل بقى هنا الصلصه بتاعت البيتزا، انا عامله صلصه جاهزه واسهل صلصه. بتجيبي معلقتين صلصه جاهزه وتجيبي عليهم معلقتين كاتشب، وتحطي بقى زعتر، وبتحطي توم بودره وبصل بودره وشطه وملح وفلفل، وكمان اللهم صل على النبي ومعلقه زيت. وعايزه تحطي توم مفروم حطي توم مفروم، بيبقى زي العسل. انا ما حطيتش بصراحه. تمام. فايه بجهز بقى هنا معاكم الحشوات. معايا الحشوات هي كلها، معايا سلامي، ومعايا طماطم مقطعه صغيره، ومعايا فلفل مقطع صغير، ومعايا زيتون، ومعايا سوسيس، كان عندي كام واحده سوسيس كده فسلقتهم وقطعتهم حلقات. والسلامي ده كمان هقطعه كده 4 ارباع. انا كنت هحط الواحده زي ما هي، بس لقيت ان انا محتاجه اقطع 4 ارباع عشان تكفي كميه البيتزا اللي انا عاملاها. تمام. هجيب الصلصه وهدهن كده بالفرشه السيليكون، هدهن البيتزات كلها. بس افتكرت ان انا عايزه اشوك البيتزا بالشوكه. ليه؟ عشان ما تخمرش وتبقى عامله برده زي القرصه، فاهمني؟ فانا شوكت البيتزا كلها بالشوكه. دهنت بقى البيتزا كلها بالصلصه، وبدات اوزع الحشوات اللي هي الفلفل والزيتون. عندك طبعا فلفل الوان حطيه، بيبقى جميل، هو اصلا طعمه بيبقى مسكر فبيبقى جميل قوي. انا اكتفيت باللي عندي، فلفل اخضر، اللهم صل على النبي، طماطم، وحطيت كمان سوسيس وبالشكل اللي شايفينه معايا ده، وكمان الزيتون، وبيتزا زي الفل. ما عندكيش الحشوات دي ما تلتزميش بيها، ممكن تعملي لحمه معصجه، شاورما لحمه، شاورما فراخ، لو عندك يعني بواقي عندك، او ما عندكيش اعمليها ساده زي ما بتتباع في الافران، بتبقى ساده ما بتبقاش فيها حاجه خالص. عندي هنا كمان نص كيس بيتزا، سوري، نص كيس جبنه موزاريلا، فقلت موزعها على كل بيتزايه كده حتتين صغيرين يعني، بس والله قضوا الغرض، وكانت بيتزا زي العسل. شايفين الشكل الجميل؟ شايفين كمان الصاج الثاني خمر ازاي؟ لا ده عمل كميه حلوه جدا، انا مش فاكره عدتهم ولا لا بصراحه، بس عملوا حاجه و80 بيتزايه. لا عملوا اصل كمان احجام كبرت يعني، كبرت مني شويه. وسويتها بقى في الفرن كويس جدا، درجه حراره من تحت عاليه، وبهدي النار شويه ولحد ما استوت كده، باخد بالي. وطلعت معايا البيتزا القمر. شايفين السوا الجميل بتاعها زي العسل. وكده وصلنا لاخر الفيديو. كانت معاكم ايمان هلال، مطبخي قناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. دعموني بالاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. وعلى فكره البيتزا دي جميله، تنفع في اللانش بوكس، حاجه سهله وحاجه ممتازه. وفي الاعياد الميلاد، انا طبعا عاملاها لاعياد ميلاد عيالي. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام.